في البداية أحب بس أذكر كده التعريف بتاع عقد العمل من جوه قانون العمل. جه اتكلم كده وقال التعريف بتاع عقد العمل هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر. ده تعريف. فالتعريف بتاعه فيه 3 شروط موجودة جوه التعريف لازم تكون متوفرة جوه علاقة العمل بشكل عام، سواء كان هناك عقد أو لم يكن هناك عقد. أول شرط هو إن العامل ده هو شخص طبيعي، هو عامل شخص طبيعي أي شخص غير اعتباري، يعني اللي هو مش شركة. يبقى أول حاجة إن هو عامل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب عمل، ففي عنصر تبعية لصاحب العمل، فهو تابع لإدارة وإشراف صاحب العمل. والثالث شرط وهو الأجر المقابل لهذا العمل. فدول ال3 شروط اللي موجودين جوه التعريف بتاع عقد العمل. فلازم ال3 شروط يكونوا متوفرين علشان أقول إن دي علاقة عمل من الأصل كده تخضع لقانون العمل. لو هناك شرط غير موجود خرجت العلاقة دي من تطبيقات قانون العمل. لو أنا بشتغل عند واحد من غير أجر فأنا كده مش عامل، لأن الأجر هو شرط من شروط عقد العمل. مثلا يعني لو أنا بشتغل عند حد بس مش تابع لإدارته وإشرافه، فإذا ده مش عقد عمل برضه. يبقى لازم يتوفر ال3 شروط. وطبعا الشرط الثالث ان هو يكون شخص اعتباري مش شخص طبيعي، وهنا برضو مش هيبقى قانون عمل لان هنا هيخش القانون المدني، وهكذا. يبقى لازم ال3 شروط يكونوا موجودين عشان علاقة العمل تقوم بشكل قانوني يخضع لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003. ودي أول حاجة في عقد العمل الفردي. يبقى كده برضو ليه بقول عقد عمل فردي؟ لأن أنا عندي حاجة اسمها علاقات عمل جماعية أو عقد عمل جماعي، ولكن ده إحنا مش هنتطرق له، ده مش موضوعنا دلوقتي. إحنا بنتكلم على عقد العمل الفردي اللي هو بيتعهد بمقتضاه شخص طبيعي اللي هو العامل أن يعمل لدى صاحب العمل اللي هو شخص اعتباري أو طبعا أو طبيعي تحت إدارته وإشرافه لقاء أجر. وده أول حاجة في الموضوع بتاع المحاضرة بتاع النهارده. الحاجة التانية في عقد العمل، القانون قال كده يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل باللغة العربية من 3 نسخ، واحدة بإيد كل طرف اللي هو صاحب العمل والعامل، والثالثة بتودع مكتب التأمينات الاجتماعية مرفق باستمارة واحد، اللي هي طلب الاشتراك في التأمينات الاجتماعية اللي هي استمارة واحد للتأمينات. يبقى كده أنا عندي تاني حاجة في المحاضرة وهو عقد العمل بيحرر بأنهي لغة. يبقى لغة عقد العمل هي اللغة العربية. أنت بقى شغال في الشركة بتعمل عقد العمل نص عربي ونص إنجليزي، أنت حر، ولكن لا يعتد إلا باللغة العربية أمام الجهات المختصة التي تراجع عقد العمل أو تفتش على عقد العمل، أو في نزاع قضائي ما بينك وما بين العامل، أو ما بين العامل وما بين صاحب العمل. يبقى تعريف عقد العمل قلناه. وأتاني حاجة إن هي النسخ بتاعته بتبقى 3 نسخ، واحدة مع الشركة وواحدة مع العامل وواحدة بتتحط جوه استمارة واحد، بترفق باستمارة واحد للتأمينات الاجتماعية. السؤال الثاني اللي دايما بنلجأ له اللي هو إيه؟ هو عقد العمل ده بيتكتب إزاي؟ هو أنا لازم أجيب نسخة عقد العمل من جهة ايا كان هي ايه، مكتب استشاري، محامي، مكتب محاماه، اجيب نسخه من على النت، ما اعرفش ايه؟ هل هذا الكلام وارد؟ لا، مش شرط على فكره. انت ممكن كاتش ار ان انت تعمل عقد عمل، الموضوع مش صعب، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب ان تتوافر جوه هذا العقد.
اي عقد في بدايته لازم كده بيتكتب تاريخ تحريره، يعني انه في يوم كذا الموافق كذا، تمام. وبعد كده بيتكتب تاني حاجه اطراف العقد. العقد ده مبرم ما بين مين ومين، اللي هي اولا الشركه اللي هو الشخص الاعتباري اللي انا بمضي معاه، او الشخص الطبيعي لو كانت صاحب العمل شخص طبيعي، والتاني هو العامل. الشركه بنكتب كده اولا شركه كذا ويمثلها في هذا التعاقد السيد فلان، وايه صفته، هل هو ده الشخص المنوط بالتوقيع على هذا العقد طبقا للسجل التجاري او بصفته ولا لا، وعنوان محل العمل. يبقى في 3 بيانات هامة للشركة، اسمها ايه، بيمثلها مين، بصفته ايه، وعنوان الشركة دي موجود في انهي حتة. يبقى دي اول حاجة لازم تبقى موجودة جوه عقد العمل. الحاجة التانية والطرف التاني بيكتب السيد فلان والمقيم فين، ومحافظة ايه، جنسيته، رقمه القومي، وطالعة منين، صادرة من سجل مدني ايه يعني، بتاريخ كام، رقمه التأميني، حصل على مؤهل ايه، وبتاريخ ايه. وده بيانات الطرف التاني. ومادة تانية بنكتب فيها طبيعة ونوع العمل، محل التعاقد، وأخيرا مادة أخرى يتكتب فيها الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه. يبقى كده من اللي أنا قلته ده نستنتج شوية نقط القانون ألزمني إن أنا أكون حاططها. إيه هي؟ أول حاجة اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل. الحاجة التانية اسم العامل ومؤهله أو مهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته. الحاجة الثالثة طبيعة ونوع العمل، محل التعاقد، الراجل ده هيشتغل عندي إيه. والحاجة الأخيرة الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه، وكل المزايا النقدية أو العينية المتفق عليها. يعني إيه كلمة عينية؟ أي ميزة غير نقدية، سواء إن أنت جايب له عربية توديه وتجيبه، جايب له سكن يقعد فيه، هتدي له منح وما إلى ذلك. يبقى كده دول الأربع حاجات: بيانات خاصة بصاحب العمل، وبيانات خاصة بالعامل، وطبيعة ونوع العمل، محل التعاقد، والأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه. يبقى كده دول الأربع نقط الأساسية التي يجب أن تتوافر في بنود عقد العمل. طب وبعدين بنكتب ايه؟ القانون ما قالكش تكتب ايه، اكتب اللي انت عايزه، المهم اللي هتكتبه ما يكونش مخالف للقانون. وفي بعض النقط المهمة قوي ان انت لو ما كتبتهاش هي مش موجودة. يعني انت اي حاجة ممكن تكتب فيها تقول ايه، مثلا ان هذا العقد خاضع لقانون العمل ويطبق مواد قانون العمل على العلاقة العمل، بس في ورقة بينك وبينه مكتوب فيها شوية البيانات اللي احنا قلناها. ولكن في الحتة ديت في بعض البيانات لو انت ما كتبتهاش فهي مش موجودة. بمعنى أدق هي ايه؟ الحاجات اللي ليها حد أقصى. زي ايه مثلا؟ حد يجي كده يفكر في باله، واكيد انتوا شطار وهتجيبوها. اللي هي مثلا عندي حاجه في القانون اسمها فتره الاختبار. في الماده 33 من القانون كده قال، القانون حدد ان فتره الاختبار بتتحدد حدها الاقصى 3 شهور. حدها الاقصى 3 شهور. اذا القانون هنا حد اقصى لفتره اختبار، اذا ملهاش حد ادنى. هو حط لها حد اقصى فقط، فملهاش حد ادنى. يبقى ممكن ما تكونش موجوده. انت جايب واحد فت في الشغلانه بتاعته، وانت معجب بيه والدنيا تمام معاك، وهو من ضمن الشروط بتاعته عشان يجي يشتغل معاك جوه الشركه بتاعتك ان انت ما تحطلوش فتره اختبار، ما تحطوش على المحك ان انت لسه هتختبره ولا لا. هو راجل سمعته في السوق معروف وشغال كويس في الشغلانه ديت وما الى ذلك. هتيجي انت تقول له احطك تحت فتره اختبار، يقول لك انا مش هشتغل معاك. هشتغل معاك ليه؟ ما انا مبسوط في المكان اللي انا فيه مثلا. فانت اتفقت معاه ان انت مش هتحط فتره اختبار، فده وارد وده قانوني.
يبقى فترة الاختبار لو انت ما كتبتهاش في عقد العمل هي مش موجودة اصلا، يبقى عقد العمل يصبح بات ملزم لطرفيه ولا ينقضي الا بالقانون لو لم تذكر فترة اختبار. يبقى عقد العمل بات من اول يوم. يبقى اول حاجة لازم تاخد بالك منها بعد البيانات اللي احنا اتكلمنا فيها وطبيعة ونوع العمل وما إلى ذلك والأجر المتفق عليه، إن أنت لازم تحط فترة اختبار لو أنت عايز تختبر. يبقى هناك بعض الحاجات اللي موجودة جوه قانون العمل لو أنت ما كتبتهاش جوه العقد هي مش موجودة، خلاص أنت اتفقت معاه إنها مش موجودة. فيبقى الحاجات دي لازم تتحط. يبقى علشان أعمل عقد عمل أو أكتب عقد عمل، يبقى أول حاجة بكتب تاريخ تحريره، تاني حاجة بكتب بيانات الشركة، وتالت حاجة بكتب بيانات الموظف، وبعدين بحط المزايا المتفق عليها والأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه، وبكتب طبيعة ونوع العمل اللي هو هيشتغلها، واكتب الحاجات اللي القانون قال إن ليها حد أقصى، لأن لو ملهاش حد أدنى، لو أنا ما حطيتهاش إذا هي مش موجودة من الأصل. دي البيانات التي يجب أن يتخللها عقد العمل. حد عنده سؤال في الحتة ديت؟ حد عنده سؤال في الحتة ديت ممكن حد يكتب، لو حد عنده سؤال نتكلم فيه. بص مستر فوزي، انا شخصيا عندي مشكله مع الاجر اللي بيتحط في العقد، ارجوك حطها في الحسبان دي النهارده. مش عارفه السؤال ده سابق اوانه ولا ايه، بس ارجوك نتكلم فيها يعني. ايه الاجر اللي بيتحط في العقد؟ عشان دي مشكله دايما بتقابلني يعني. تمام. شكرا ليك. الأجر شكرا. الأجر المتفق عليه ده اللي احنا لسه كنا بنقول إن هو لازم أن يوضع في عقد العمل. الأجر اللي أنت هتتفق عليه هو اللي هيتحط في عقد العمل. ما ينفعش نقعد نكتب اصل في بعض الشركات يعني اللي هي بتعمل اجراء كده ممكن تكون انا ممكن اسميه تحايل شويه على القانون، اللي هو يقول لك ايه، انا هعمل عقدين، العقد الاولاني اللي بيني وبين الموظف انا هكتب فيه الاجر اللي احنا اتفقنا عليه، وهعمل في عقد تاني الاجر التاميني علشان ما حدش يسالني على مش عارف ايه، ويقعد بقى يلف ويتحايل. الموضوع ده كله في الاخر ضد القانون. وفي الاخر الناس ديت لو بيحصل دلوقتي في الدوله التحول الرقمي وما الى ذلك والربط ما بين المؤسسات، فالحاجات دي كلها هتكتشف هتبان. وفي نفس الوقت ان انت لما تيجي تحول المرتب على البنك هو اوريدي معاه الاثبات اللي انت بتديله المرتب ده، فانت كده كده هو معاه ما يفيد. فما فيش داعي ان احنا نقعد نتحايل ونغير في الورق ونلعب، لان الحاجات دي كلها ضد القانون. الاجر اللي بيتكتب في العقد هو الاجر المتفق عليه. انا اتفقت مع العامل هياخد 2000 جنيه هحط 2000 جنيه، 10000 جنيه هحط 10000 جنيه، 50000 جنيه هحط 50000 جنيه، ايا كان الرقم اللي انت اتفقت عليه هتحطه جوه عقد العمل. تمام. السؤال اللي دايما او اللخبطه بتيجي من ايه؟ بتيجي من قصه البدلات المستبعده من التامينات الاجتماعيه. اعملها ازاي جوه عقد العمل؟ هي دي المشكله. البدلات المستبعده زي ما اتفقنا قبل كده للناس اللي كانت حضرت معايا، احنا بنحسب ازاي الاجر التاميني. انا باخد الاجر الاجمالي وبقسمه على 1.3. لو انا عملت كده هيطلع معايا رقمين، الرقم الاولاني اللي طلع لي نتيجه ضرب او نتيجه العمليه ديت اللي هي ضرب الاجر الاجمالي في او قسمته قصدي قسمته على 1.3 هيطلع لي اجر الاشتراك التاميني، والباقي هيبقى البدلات المستبعده. ده امتى؟ ده لو الاجر اقل من الحد الاقصى للتامينات مضاف اليه 30%، اللي هو دلوقتي احنا قلنا الحد الاقصى للتامينات كام؟ 10900 جنيه. هحط عليه 30% هيبقى 14170. اي حد بيقبض اقل من 14170 اقسم الاجر بتاعه جوه العقد لاجر اساسي وبدلات مستبعده. ده لو انا عندي بدلات. لو انا عندي بدلات، ما عنديش بدلات هحط الاجر زي ما هو عايز ايه. تمام. لان القانون التامينات لما
بيستبعد البدلات؟ هو بيستبعد البدلات عشان الشركه بتدي بدلات. لو انا بدي بدلات نتيجه الاجر، البدلات التي يستخدمها العامل بمناسبه اداء العمل، فاذا انا ممكن استفيد من ده جوه التامينات، فانا ما امنش على الرقم ده. والبدلات المستبعده اللي التامينات حطها ليه؟ هي مش توفير على الشركه، ولكن هو لان البدل ده انا مش هحتاجه لما اجي اتعوض من خلال التامينات الاجتماعيه. يعني خدت اجازه مرضيه والمفروض التامينات هتدفع لي جزء، فانا مش هحتاج بدل الانتقال. ما بدل الانتقال انا باخده بمناسبه اداء العمل. مش هحتاج بدل ملبس، انا مش هستهلك اللبس بتاعي وانا واخد اجازه مرضي. لو انا طالع على المعاش، ما انا خلاص طلعت من المعاش وقعدت في البيت، فانا مش هحتاج بدل انتقال. اذا البدلات المستبعده من التامينات هي مش محطوطه للتوفير، هي محطوطه علشان الشركات اللي بتدي جزء من المرتب كبدلات تساعد العامل في ممارسه اداء العمل. يبقى لو انا عندي بدلات هذكر البدلات دي جوه عقد العمل، والشرط بتاعها انها ما تزيدش عن 30% من اجر الاشتراك التاميني. يبقى انا هقسم الاجر في العقد لحاجتين: الحاجه الاولانيه وهي الاجر الاساسي بتاعه، والحاجه الثانيه هي البدلات المستبعده من التامينات اللي هي لا تتجاوز 30% من اجر الاشتراك. هو ده الحته بتاعه الاجر. وضحت ولا محتاجه اوضح اكتر؟ طيب أنا عندي سؤال، هو أنا بكتبها بدلات مستبعدة أو بكتبها بدل مأكل بدل ملبس، ولا أنا بظبطها حدديها إزاي؟ احسن، حدديها احسن يا زينب. يعني حددي، قولي ان اجر بدل انتقال كذا، بدل سكن كذا، بدل اغتراب كذا. يعني على حسب نوع البدل مم. حطي اسمه، ما تحطيش بدلات عامه، لان لو حطيتيها بشكل بدلات عامه في بدلات مش معفيه من التامينات، فهي المفروض انها تخش. فانت حددي بدل انتقال، بدل وجبه، طيب. بدل ملبس، الحاجات دي هي بس اللي بتبقى مستبعده. فوزي، وانت قصدك ان الكلام ده كله بيتحط في العقد، ولا انا بحط اجر شامل وخلاص؟ لا يعني لا انا التفصيله دي بفصلها في العقد؟ اه طبعا، لو انت هتستبعدي بدلات يبقى لازم تبان في العقد. اه، اللي هي الحاجات اللي هي المعفاه اللي هم بقوا 30%، مش كده؟ اللي هي 30%. دي بذكرها في العقد، يعني بقول الاجر الشامل وبقول انا خصمت ايه، او الحاجات المعفاه ايه. انت مش هتحطي بقى في بصنفها. العقد، مش هتحطي كلمة اجر شامل، انت هتحطي اجر الاساسي كذا والبدلات المستبعدة كذا. او لو تمام. هتحطي شامل هتقسمي بقى الشامل كذا وتحتيه اجر اساسي كذا، وبدلات اللي هي بدل انتقال او بدل سكن بدل ملبس. عايزه تحطي كذا بدل براحتك، في الاخر ان امم مجموعهم ما يزيدش عن 30% من اجر عن الاشتراك. 30% من اجر الاشتراك، مش من كده؟ اجل الاشتراك بالظبط كده. تمام تمام، شكرا ليك، شكرا شكرا. تمام. لو حد حد عنده بياخد عمولة أذكرها برضه في العقد؟ ما العمولة ده مش مبلغ ثابت. العمولة دي عمولة مم. ناتجة ممكن عن بيع أكتبها مثلا بنسبة؟ او عن تسويق. فمش هتتكتب، هتعرفي تكتبيها بنسبة، وبرضه هتبقى نسبة من ايه؟ نسبة من البيع، فمش هتبقى نسبة من الاجر، فمش هينفع تتكتب. مم. لكن ما أذكرهاش خالص. لا ما تذكرهاش، دي فيها لائحة خاصة بتنظمها، ولكن هي بتخش في التأمينات، بس بتخش متوسط السنة اللي بعدها. يعني طول السنة دي باخد عمولة كل شهر لمدة ال 12 شهر، فبجمع العمولات اللي دخلت لي في ال 12 شهر بتاعة 2022، بجمعهم كلهم مم. بيبقى رقم واحد كبير، وارجع اقسمهم على 12، هو ده المتوسط بتاعها، اجي ادخلها في التأمينات سنة 2023. تبقى وردها بصفة إيه أو مسماها إيه هناك؟ لا هي بتتحط جوه اجر الاشتراك، ملهاش مسمى. يعني الاجر الاشتراك هيزيد بقيمه العموله. لما بنيجي اللي هي بنجمع الأساسي وهنجمع النسبة بتاعت السنة مثلا اللي هي العلاوة، وهنجمع الحاجات دي كلها وبنحطها فيها. بالظبط. أوكي تمام. ودي برضو مش عموله بس، احنا بنتكلم على العموله، بنتكلم على الحوافز الانتاج برضو انها تبقى متغيره، بنتكلم على تارجت مطلوب تحقيقه، كي بي اي، الحاجات اللي هي المتغيره كلها بتعامل نفس المعامله. ده بالنسبه لعقد العمل. حد عنده اي سؤال تاني في الحته ديت ولا انقل على النقطه اللي بعدها؟
لا اتفضل، ممكن تنقل، بس بستأذن اللي فاتح المايك يقفله عشان بقية الناس تسمع بس. طب بس استاذنكم، كنت محتاجة أسأل على حاجة يا مستر فوزي. اتفضلي. لو أنا ما عنديش بدلات أصلا وأنا كل اللي عندي جروس على الموظف، المفروض إن أنا بحسب التأمينات، إن أنا بضرب الجروس في 30% وبعدين خلاص بحسب التأمينات على كده، بضرب في 11% من الباقي من بعد ال 30% اللي أنا ضربتها في الجروس. بس انت بس قلتي حاجتين، الحاجتين ما ينفعش يبقوا موجودين سوا. قلتي اول حاجه ان انت ما عندكيش بدلات، انت عندك جروس سالري، فكده انت مش محتاجه ان انت تقسمي المرتب على 30%، لان انت اوريدي ما عندكيش بدلات، فهتقسمي لي على 30%. يعني ليه هتعملي كده؟ انت كده كده اوريدي لا، ما هضربه عندكيش. في 30، هضرب في 30 هتضربيه في 30 ليه طيب؟ اللي هي البدلات المعفاة اللي موجودة. ما انت ما عندكيش بدلات، فانت عايزه تقللي الاجر يعني التاميني، دي حاجه تانية. اه، تمام، يبقى هتقسمي الجروس على وانا كنت 1.3. خدتها في كورس قبل كده، فكانت هي دي الطريقة ان انا بضرب الجروس سالري في 30%، بتقسمي الجروس سالري على 1.3. فبيطلع لي الرقم، فبضرب الرقم ده. طب معلش، اللي هي ايه ال 1.3؟ اللي هي علشان اعرف اطلع اجر الاشتراك لوحده والبدلات لوحدها، لان هو قال 30% من اجر الاشتراك، فمش هي لو ضربت 30% في الجروس سالري يبقى كده انا خدت 30% من الشامل، مش 30% من اجر الاشتراك، فمش بضرب في 30%، اوكي. انا بقسم الاجمالي على 1.3، اللي هو بالبلدي كده. لو انا فاكر كده زمان واحنا صغيرين في المدرسه كنا بناخد حاجه اسمها الطرفين في الوسطين، ان انا بقسم على 130 وارجع اضرب في 100، يطلع لي اجر الاشتراك والباقي هيبقى البدلات المستبعده. وضحت ولا محتاجه شرح تاني؟ اوكي، تمام. في حد كان بيسأل بيقول ايه احسن صيغه للعقد في جزء انتهاء تاريخ العقد عشان اتفادى ان اعمل اخطار للموظف قبل انتهاء العقد. هو حلو السؤال. هو اول حاجه المادة 104 من القانون كانت واضحة جدا وصغيرة جدا، يمكن أصغر مادة في مواد قانون العمل في الكلمات بتاعتها. بتقول كده: ينتهي عقد العمل محدد المدة بانتهاء مدته، وحط نقطة، ما قالش أي حاجة تاني، لا اتكلم إن أنت عندك إخطار ولا هو ألزمك إن أنت تعمل إخطار ولا أي حاجة خالص من الكلام ده. إذا إن عقد العمل بينتهي بانتهاء مدته فبيحط نقطة، فأنت لما تيجي تعمل كده اكتب: يبدأ هذا العقد في تاريخ كذا وينتهي في تاريخ كذا، وحط نقطة زي ما القانون قال لك. عايز تزود دون إخطار أو تنبيه من أحد الطرفين حطها. أنت إمتى بتلتزم بالإخطار؟ لو أنت حطيت جوه بنود عقد العمل على الطرف الراغب في عدم تجديد عقد العمل أن يخطر الطرف الآخر قبل انتهاء مدة هذا العقد بفترة قد كذا، فأنت كده هنا ألزمت نفسك أن أنت تخطر قبل النهاية. ولكن لو لم ينص عقد العمل محدد المدة على بند اختار، فأنت مش ملزم أن أنت تعمل اختار. ده بالنسبة لقصة الاختار. في حد عنده سؤال في الحتة دي تاني؟ بعد اذن الناس بس اللي فاتحه المايك تعمل ميوت، علشان بس في خشوله جامده قوي في الصوت. تمام تمام. ممكن نرجع لجزء تاني جوه عقد العمل، ونتكلم عن حاجه اسمها انواع عقود العمل. انواع عقود العمل، الحته ديت بيحصل فيها بعض اللغط الكتير قوي واللخبطه اللي الناس بتعملها لينا كلنا بسبب ان عدم التوضيح. هو واحد بس عايز يعمل شو او يملى محاضره فبيتكلم في اي حاجه وخلاص. قانون العمل لم ينص على اي عقد عمل طب غير. ممكن أعمل حاجة؟ اتفضلي يا مريم.
طيب مستر فوزي اعمل ميوت للناس كلها من عندك، واللي هيتكلم تفتحه له بس، عشان هو واضح ان هو مش سامعنا اصلا يعني. هو انا مش عارف الميوت منين، بس تمام. تمام. هو كده تقريبا تاني ما فيش حد عنده اميوت. الحته بتاعت انواع عقود العمل، زي ما قلنا ان في بعض الناس بتحب تتكلم في الحته دي كتير قوي. قانون العمل ما نصش ما بين مواده غير على نوع عقد عمل واحد فقط، وهو عقد العمل محدد المدة. هو ده العقد الوحيد اللي قانون العمل يتكلم عليه. تمام. في حد هيجي يقول لي لا، في عقد تاني اسمه عقد غير محدد المدة. هو عقد قانون العمل ما اتكلمش عن عقد المحدد المدة بشكل مستقل. هو قال كده ايه؟ قال، هقرا لكم بالظبط نص المادة علشان نبقى بنتكلم كلام جوه القانون. في المادة 106 اتكلم كده، قال ايه؟ قال مع مراعاة المادة 105 أنا آسف. مع مراعاة المادة 106 من هذا القانون، إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب. يبقى لما جه اتكلم عن العقد، أصلا عقد العمل الفردي هو عقد محدد بمدة، ولكن لو استمر الطرفين في تنفيذ بنود العقد بعد انتهاء مدته، تمام، اعتبر منهما تجديدا للعقد لمده غير محدده. يبقى كده انت علاقه العمل بتاعتك اصبحت غير محدده بمده، وليس عقد العمل اسمه عقد غير محدد المده. اللامحدوديه المقصوده هنا هي واقعه على عدم اتفاق الطرفين على تجديد العقد لمده اخرى. يعني ما فيش، هما الاثنين ما اتفقوش على مدة معينة للتجديد، ولكن هم استمروا مع بعض شغالين لمدة بقى قد تكون مماثلة لمدة العقد أو أكثر أو أقل. دي حاجة ما حدش عارفها، ولكن أنا مش عارف أنا عقدي هيخلص إمتى، لأن صاحب العمل ما اتفقش معايا، وصاحب العمل ما يعرفش أنا عقدي هيخلص إمتى، لأن أنا مكمل معاه في العقد وما مشيتش. إذا إحنا الاثنين اتفقنا اتفاق ضمني على تجديد العقد لمدة غير محددة، يبقى إذا أنا عندي نوعين من عقود العمل: نوع محدد بمدة، ونوع غير أو لما بيخلص العقد ده بيبقى غير محدد المدة. يبقى هو نوع عقد العمل ده اللي موجود في القانون. ما نجيش بقى حد يجي يقول لي ايه ده، انا عندي حاجه اسمها عقد تدريب. ما عنديش الكلام ده، ما فيش حاجه اسمها كده. عقد التدريب ده بيبقى ما بين شركه وما بين مؤسسه بتجيب لي الطلاب بتوعها، انا بدربهم وما الى ذلك، وفي بعض المدارس اللي بتعمل الحاجات. عقد التدرج ده خاص بعمل الاطفال، ودوت بيبقى مراقب من مكتب العمل، ومدته بتبقى 6 سنين قبل بلوغ ال 18، وبيبقوا على 3 مراحل، واخر مرحله بيكون بياخد الاجر المقرر للدرجه الوظيفيه او المهنه اللي هو بيشتغل فيها، وبيبقى مراقب من مكتب العمل وما الى ذلك. هو ده نوع العقد المختلف، واللي احنا اصلا مش هنشوفه جوه الشركات اللي بنشتغل فيها، لان احنا غالبا بنمتنع او بنحيط شويه عن عمل الاطفال. اذا ما دام العامل قد اكمل من العمر 18 سنه، فده اسمه عامل خاضع لقانون العمل، بيبرم عقد عمل محدد المده، او بيتفق على ان يعمل دون تحديد لمده معينه. فاذا احنا مش امام اي نوع من انواع العقود غير العقد الاول في صورته المحدد المده، وهي دي القانون اللي بيتكلم عليها،
وبيتحول هذا العقد الغير محدد لو لم يتفق الطرفان على مدة زمنية لانتهائه. يبقى العقد اللي أنا ما بتفقش فيه على مدة لانتهائه بيصبح غير محدد بمدة، ولكن هو عقد عمل فردي في الأول وفي الآخر. ده بالنسبة لقصة عقود العمل. حد بيقول هو في حاجة اسمها عقد عمل استشاري؟ في عقد ما اسموش عقد عمل استشاري، اسمه عقد استشاري زي ما انت كاتبه كده في الكومنت، هو اسمه عقد استشاري. بس عقد استشاري ده ليه اعتبارات اخرى ولا يخضع لقانون العمل من الاساس، هو بيخضع للقانون المدني. لان العقد الاستشاري ده المفروض ده راجل كبير موجود في السوق، عنده شركه هو كمان، وعنده بطاقه ضريبيه وعنده سجل تجاري وما الى ذلك، وبيجي يشتغل بصفته استشاري جوه الشركه، لكن ليس تابعا لإدارة وإشراف صاحب العمل. إذن هو لا ينطبق عليه قانون العمل بتاعنا. ده بالنسبة للعقد الاستشاري. يبقى كده أنا عندي نوعين من عقود العمل الفردي، الأولاني وهو المحدد، والتاني وهو الغير محدد. والمحدد بينقسم لجزئين، يا إما محدد بمدة، يا إما مبرم لإنجاز عمل معين، اللي هو عمل منصب بطبيعته على إنجاز عمل معين. لو أنا مثلا بتفق مع مهندس إن هو يبني لي عمارة، فأنت شغلك أو عقد العمل بتاعك هينتهي بمجرد أن تقيم هذه العمارة. طول ما العمارة لم تنتهي إذا أنت لسه موجود، وعقد عملك شغال غير محدد بمدة، ولكن هو محدد بعمل منصب على عمل ينتهي بانتهاء هذه العمارة. وهذا العقد بالشكل ده بيستخدمه أكتر من شركة لأكتر من وظيفة. في بعض الشركات زي شركات الأوت سورس التي انتشرت في الفترة الأخيرة بكثرة، برضو بيستخدموا عقد العمل اللي هو مبرم لإنجاز عمل معين. فأنت أو عقد ما يسمى عقد المشروع، يقول لك أنت العقد بتاعك مربوط بالمشروع الفلاني، وقت من المشروع ده يخلص عقد عملك هيخلص معاه. فده اسمه عقد عمل مبرم لإنجاز عمل معين، ولكن ليس له مدة معينة لانقضاء. وكمان في فرق ما بين العقد المحدد بمدة والعقد المحدد بعمل، إن العقد المحدد بمدة هناك إمكانية لإنهائه، ولكن مرتبطة بالعامل فقط. إمتى؟ إذا أبرم هذا العقد لمدى حياة العامل أو لمدة تزيد عن 5 سنين. بمعنى إيه الكلام ده؟ ممكن تيجي شركة من الشركات عايزة تعين حد خبرة في مجال معين، فاستقر الكلام معاه إن هو هيعين حد ليه خبرة في مجال معين. فصاحب العمل شاف إن الراجل ده خبرة كبيرة جدا، وأنا عايز أستفيد بكل كلمة هيقولها وكل شغل هيشتغله، فأنا ممكن أقعد معاه وأتفق معاه إن أنا هعمل لك عقد عمل 10 سنين، أو ينتهي عقد عملك بوفاتك. فطبعا العامل ممكن يتغر بالموضوع ده، يعني اللي هو يقول لك ايه ده، يبقى مبسوط قوي، ده انا كسبت بقى، ده انا الراجل معجب بيا فانا هقعد معاه 10 سنين في المكان ده، انا العقد مبرم لمدى الحياه، ده انا هفضل هنا هشتغل لغايه لما اموت، حتى لما اجي سن المعاش مش هطلع. فالراجل العامل في الحته ديت بيبقى فرحان ان هو هيعمل حاجه زي كده. طيب الراجل اشتغل ومضى على العقد بهذا الشكل، فجه بعد 5 6 سنين 7 سنين لقى ان صاحب العمل اجحف بحقه الارض، اللي هو ما بيزودلوش المرتب بتاعه سوى زيادات طفيفه، ما بيدلوش الحقوق الناتجه عن مثلا العقد اللي هو عايزه، ما بيزودوش المرتب، ما بيدوش اجازات وما الى ذلك من الكلام اللي احنا بنسمعه كتير قوي في السوق. فلما يجي الراجل ده يمشي هيجي يقول له ايه، لا ده انت ماضي عقد معايا 10 سنين فمش هينفع تمشي، انت لازم تقعد معايا 10 سنين. فالقانون هنا خد باله من الحته ديت وقال للعامل ان ينهي عقد العمل. ينهي هنا يعني هينهي العقد بارادته المنفرده. انا اخدت قرار كعامل ان انا مش هكمل عقد العمل بتاعي معاك،
فانا همشي. طب ايه اللي بيحصل ده اللي هو او امتى؟ بعد 5 سنين خدمه. لو انا ابرمت العقد لمده 10 سنين جاز للعامل انهاء عقد العمل محدد المده اذا ابرم لمدى حياه العامل او لمده تزيد عن 5 سنين، بشرط ان يخطر صاحب العمل قبل الانهاء ب3 شهور. فهنا بيعمل اخطار لصاحب العمل قبل انهاء العقد لمده 3 شهور، يعمل له اخطار، يقول له يا باشا انا مش هكمل معاك، بس يبلغه قبلها ب3 شهور. وهذه الامكانيه متاحه للعامل فقط وليست للشركه. الشركه لا تستطيع ان تعمل هذا. وليه لا تستطيع؟ ليه؟ لان الشركه هي اللي متحكمه في ابرام هذا العقد، وهي اللي متحكمه في تحديد مدته. فانت ايه اللي خلاك تعمل العقد ده 5 سنين طالما انت اكتر من 5 سنين طالما انت مش انت عايز تنهيه؟ فهي ما ينفعش تعمل ده، لكن العامل من حقه ان هو يعمل. كمان الامكانيه ديت اتيحت للعقد المبرم لمده محدده فقط، ولكن ليست صالحه في لاستخدامها في العقد المبرم لانجاز عمل معين. العقد المبرم لإنجاز عمل معين لا ينقضي ولا ينتهي إلا بإنجاز العمل المتفق عليه جوه بنود العقد. طالما العمل لم ينتهي يبقى أنت عقد عملك موجود وقائم وما ينفعش إن أنت تنهيه حتى لو هيزيد عن 5 سنين. وبكده يبقى احنا قدامنا حاجتين جوه عقود العمل، الأولانية وهي عقد العمل محدد، والأخرى هي عقد عمل غير محدد. والمحدودية هنا بنتكلم في المدة. والعقد المحدد عندنا ليه شكلين، هو العقد المبرم لإنجاز عمل معين والعقد المحدد بمدة معينة. يبقى كده ده العقد المحدد، يا إما مدة سواء كانت 6 شهور سواء كانت سنة أو أكثر، والعقد المبرم لإنجاز عمل معين، وهذا العقد منصب على عمل بذاته لا ينتهي إلا بانتهاء هذا العمل. والعقد الآخر هو امتداد للعقد المحدد، لما القانون قال إذا انقضى عقد العمل محدد المدة واستمر طرفا في تنفيذه اعتبر منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة. وهنا بيبقى العقد العمل بياخد شكل مختلف عن العقد الأولاني، بيبقى عقد غير محدد بمدة. ايه المختلف ما بين الاثنين؟ المختلف ما بين الاثنين ان ده بينتهي ولكن ده بينهى. بنشيل كلمة حرف الت. ينتهي يعني بيجي له وقت وبيخلص لوحده، ما ينفعش انا انهيه. العقد الثاني ينهى يعني لازم احد الطرفين يبدي رغبته في انهاء هذا العقد. اللي رافع ايده المفروض ممكن يتكلم. استاذه نجوى اتفضلي. استاذ نجوى عايز تقولي حاجه؟ تمام. هو أنا كنت رافعة إيدي بس مش عارفة اتفضلي إذا يا كان في مريم. حد تاني. طيب بالنسبة للعقد المحدد المدة، في برضو العقود اللي احنا كنا اتكلمنا عنها اللي هي محددة، اللي احنا بنذكر فيها كلمة عقد العمل إلى سن 60. فاحنا قلنا إن العقد ده هو عقد محدد المدة إلى وصول العامل لسن 60. لو عاملة أجنبية مكتوب لها برضو الكلام ده، واحنا عارفين الأجانب عقدهم بيبقى محدد بمدة التصريح، هل العقد ده يبقى باطل ولا لازم ألتزم بيه إني أشغل العاملة دي الأجنبية عندي برضو إلى سن 60؟ هو نص القانون واضح في الحته ديت ان حتى العقد ده عقد الاجانب حتى ما بيمشيش عليه الحته بتاعت ال5 سنين، ولا بيمشي عليه، هو مرتبط بتصريح عمل. فانت مش عايز تجدد التصريح بتاع العمل لان انت اللي هتجدده. انت هتجدد تصريح العمل ولا لا؟ ما جددتوش فهو خلاص انت بتقول له مع السلامه. فهو مبرم بالتصريح بتاعه. تصريح العمل بيطلع سنه او اكتر، ده حسب ما انت بتطلعه وبتدفع الرسوم بتاعته. لكن عقد العمل الاجانب مربوط بتصريح العمل، لو انت ما جددتش التصريح فانت مش محتاجه خلاص فبيرجع بلده تاني. طب هل في فرق ما بين تصريح العمل والإقامة؟ يعني ايوه طبعا. أنا طبعا في فرق كبير. الاقامه دي اقامه متاخده الاقامه ليه؟ ما هو لازم يبقى في اقامه للعمل، واقامه للعمل بتطلع من وزاره الاستثمار او مكتب تشغيل الاجانب جوه وزاره الاستثمار. فانت لازم تاخد تصريح بالدخول للاقامه للعمل،
يعني عشان لان الاقامه كذا نوع، عندي اقامه للسياحه وعندي اقامه لجوء وعندي اقامه للعمل، فهو ايوه وجوده انا في مصر اقصد هو ايه؟ كده اللي هي البطاقه اللي بتاعتها مكتوبه بطاقه اقامه 3 سنين لغرض العمل حلو. مثلا، دي حلو. تعتبر كده تصريح عمل. ولا لازم بقى يطلع تصريح عمل، التصريح بتاعه موجود فيه ان هو مصرح بالعمل ولا لا؟ هو طلع اقامه للعمل، بعد كده عندنا تصريح للعمل اللي هي الرخصه يعني بتاعته. لازم يكون في 2 مستند ليه. اه اوكي. تمام. استاذ يوسف اتفضل. وده بيبقى أنا متأخر شوية. بالنسبة للحد الأدنى لمدة العقد من أول مرة، هل في مدة زمنية يعني 3 شهور أو 6 شهور ولا لازم أول مرة مثلا سنة؟ يعني الجزء ده لا بس لا كنت محتاج أعرف. لا، مفيش مده محدده، هو اسمه عقد عمل محدد بمده، لكن ما ذكرش هي ايه حد ادنى للمده ولا حد اقصى. هو بس اتكلم ان عقد المحدد بمده ايا كان هذه المده يعني. تمام، شكرا جدا ليك، شكرا. العفو. حد عنده اسئله تانية؟ تمام. يبقى كده زي ما اتفقنا، احنا ما عندناش حاجه اسمها لا عقد عمل موسمي او سيزونال كونتراكت، ولا ما اعرفش اسمه، لا ايا كان بقى اللي احنا بنسمعه جوه السوق، ما عندناش الكلام ده. احنا عندنا عقد محدد بمده، وعقد عمل مبرم لانجاز عمل معين، او عقد عمل استمر طرفاه في تنفيذه فتحول الى عقد عمل غير محدد المده. زينب اتفضلي. انا كان في واحده عندي في الشركه، كان متأمن عليها بس باباها توفى، فهي عايزه تاخد المعاش بتاعه. فكلمت المدير بتاعها، فالمدير بتاعها عمل لها عقد استشاري، يعني كلم الشؤون القانونيه عمل لها عقد استشاري. فكده ده ايه صحته؟ ده ملوش اي اساس من الصحه، واللي انتوا عملتوه غلط مم. كبير جدا. و... ولو حصل تفتيش للتأمينات ومسك الموظفة ديت، هيعمل لك تهرب تأميني، وهيطالبها انها ترد اللي خدته، لان دي اموال عامة، لان دي مش من حقها، دي خدت حاجة مش بتاعتها. المفروض ان المعاش بيبقى بيروح للبنت التي لا تعمل، لكن طالما هي بتشتغل مم. يبقى الحاجة دي مش بتاعتها، مش من حقها تاخدها. بس. طب ونلغي لها عقد الاستشاري بتاعها خالص؟ ما هو عقد الاستشاري احنا اتفقنا هو عقد استشاري، هو مش عقد عمل. فانت بقى عايزه تعملي حاجه ان ليجل، دي حاجه تانية براحتك. فعقد الاستشاري ده ما بيخضعش لقانون العمل اصلا، يعني هي مش موظفه عندي. او حضرتك قلت لازم يكون ليه بطاقه ضريبيه وغير خاضع ومش تحت ادارتنا هو ليه والكلام ده كله. معامله، ليه معامله مختلفه تماما، ليه في كل حاجه مم. حتى الضرائب بتاعته، وهو اصلا مش بيقبض على البيرول. لو هي خرجت من البيرول بتاعك فهي مش هيبقى عليها مشكله، لان لا هي مش هي موظفه كده. موجوده. لا هي لا موجوده، موجوده في هو البيت. زي ما اتفقنا احنا إن علاقه العمل ليها 3 شروط. مم. شخص طبيعي يعني هو بني ادم تمام. يعمل تحت إدارتك وإشرافك ومقابل أجر. لو ال3 شروط دول موجودين، إحنا كده قدام علاقة عمل تخضع لقانون العمل. لو شرط منهم مش موجود يبقى إحنا خرجنا جواه، خرجنا بره قانون العمل. فأنت هنا هي موظفة، شخص طبيعي بتعمل تحت إدارتك وإشرافك، لأن أنت لسه بتقولي مديرها عمل كذا، فهي أوريدي تحت إدارتك وإشرافك، وبتتقاضى مم. أجر على المرتبات بتاعتك، فهي موظفة. مم. أيا كان شكل الورقة اللي أنت عاملاها معاها فهي موظفة. امتى اقول انها مش موظفه؟ لو خرجتيها من المرتبات. تقبض باي طريقه تانية بقى، تاخد مقابل اتعاب استشاريه بقى زي ما انت بتقولي، وتعمل عقد استشاري، وتبقى حاجه مع الاداره الماليه انت مالكيش علاقه بيها، كاتش ار مالكيش علاقه بيها. تمام. مريم اتفضلي. انا لو انا يعني ما جددتش تصريح عمل لحد اجنبي، بس هو هل بالضرورة يرجع بلده بعد كده، ولا بما انه قاعد ومتجوز هنا من مصري فيقدر ان هو يقعد؟ يعني اقصد هل يقدر يبقى معاه اقامتين، واحدة بغرض العمل وواحدة بغرض ان هو متجوز من مصري او من مصرية فقاعد في البلد؟ بصي هو ده سؤال خارج عن قانون عمل، فانا مش عارف اجاوب. يعني تمام. الاقامه دي قانون جنسيه، دي مش ماليش علاقه بيه قوي يعني. طيب تمام. تمام.
في حد عنده اي اسئله تانية في الحته ديت؟ تمام. بس هنقول اخر حاجه كده في 10 دقائق علشان الدنيا تبقى واضحه. الفرق ما بين العقدين بقى ايه؟ ايه الفرق ما بين العقد المحدد والعقد الغير محدد؟ احنا اتفقنا ان ده ليه مده للنهايه وده ملوش مده للنهايه. يبقى ده الفرق الوحيد اللي ما بينهم. طيب علشان بقى انهيه اعمل ايه؟ احنا اتفقنا العقد المحدد لا ينهى. خلي بالك من النقطه دي مهمه قوي. العقد المحدد لا ينهى، هو ينتهي من تلقاء نفسه، انت مالكش دعوه بيه، هو هيخلص لوحده. مش محتاج تعمل اي اجراء الا لو انت كنت كاتب بند اختار، فانت ملتزم ان انت تعمل اختار. لو مش كاتب بند اختار، هو هيخلص لوحده لما يجي الميعاد المكتوب جواه. انا ابرمت العقد في 1/1 لمده سنه، فهو هيخلص في 31/12، فلما يجي 31/12 العقد هيخلص لوحده. عشان كده قلنا ينتهي بانتهاء مدته. لكن العقد الثاني الغير محدد مش هينفع اقول ينتهي، لانه اوريدي هو غير محدد بمده، انا ما اعرفش هو هيخلص امتى، فهو لا ينتهي. يبقى نخش بالكلمه الثانيه على طول اللي هي ايه؟ ينهى. بينهى باراده احد الطرفين. في طرف مش عايز يكمل مده العقد او مش عايز يكمل العقد، سواء كان العامل او كان صاحب العمل، يبدي رغبته في الانهاء. وعلشان يبدي رغبته في الانهاء، مش اعتباطا، مش اللي هو ايه، انا صحيت من النوم الصبح مش متضايق شويه فقررت ان انا انهي عقد عمل بتاع موظف عندي وهو غير محدد. لا طبعا الكلام ده مش صح. لازم بياخد خطوات او اجراءات معينه جوه القانون، واولهم وهو وجود الاخطار السابق. لازم علشان انهي عقد عمل غير محدد اعمل اخطار علشان ينتهي. فالاخطار هنا موجود بقوة القانون، مش زي العقد المحدد. العقد المحدد ممكن ما يبقاش فيه اخطار لو انا مش حاطط جوه البنود بتاعته بند اخطار. ولكن العقد التاني غير محدد القانون ألزمني بان انا اعمل اخطار. امتى؟ قبل الانهاء بشهرين لو كانت مدة عقد العمل اقل، او مده الخدمه 10 سنين او اكتر من 10 سنين، فبيبقى 3 شهور قبل ما انا عايز انهي. بس اختار. طب ما الموضوع كده يبقى سهل. قال لك لا، لازم يكون هناك مبرر كافي ومشروع. لازم يكون عندي مبرر للانهاء ده، سواء العامل او صاحب العمل. ايه هو المبرر؟ المبرر لصاحب العمل هو ارتكاب العامل لخطأ جسيم، لأن هو كده ربط العقد الغير محدد المدة أو نهايته مربوطة بارتكاب العامل لخطأ جسيم، لأنه اتكلم كده في المادة وقال في القانون ما ينفعش إن أنا أمشيه إلا لو ارتكب خطأ جسيم طبقا للمادة 69 من القانون. فإلا في حدود ما ورد بالمادة 69، نص القانون بالظبط بيقول كده. المادة 69 هي الخطأ الجسيم. يا عم الراجل ده كويس وزي الفل وما عملش مشاكل، بس انا مش عايزه دلوقتي، مرتبه كبر عليا، التايتل بتاعه كبير، فانا مش هقدر اكمل معاه. عمل مشكله؟ لا ما عملش، يبقى هو حلو وخليه معاك. هو دي القصه بتاعت انهاء عقد العمل غير محدد. فلا يجوز انهاء عقد العمل غير محدد المده الا بارتكاب العامل لخطأ جسيم. لو لم يرتكب هذا الخطأ فلا يستطيع صاحب العمل أن ينهي هذا العقد. ده بالنسبة لقصة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة. يبقى المحدد ينتهي بانتهاء مدته، الغير محدد ينهى، ولكن حط لي الشرطين دول: اختار السابق قبل الإنهاء بشهرين لو مدة خدمة العامل أقل من 10 سنين، و3 شهور لو مدة خدمته أكثر من 10 سنين. ولازم الشرط الثاني أن يكون قد ارتكب خطأ جسيم طبقا للمادة 69 من هذا القانون. في حاجة تانية جوه المادة بتاعت انهاء عقد العمل غير محدد المدة، لما قال كده أو ثبوت عدم الكفاءة طبقا للوائح المعتمدة. ثبوت عدم الكفاءة، ولكن المعيار ده منتقد من أساتذة القانون والفقهاء. ليه؟ لأن معيار الكفاءة مختلف عليه ما بين شخص وآخر، هو معيار ممكن يحدد طبقا للأهواء الشخصية. المحاسب اللي انت شايفه
عبقري في الحسابات، انا شايفه مش بيفهم حاجه في الحسابات. كل واحد شايف بطريقته، فمش هعرف احدد ازاي الراجل ده كويس او مش كويس. ده بالنسبه لقصه المعيار الكفاءه. يبقى كده، وده الفرق ما بين العقد المحدد والعقد الغير المحدد. السؤال الثاني اللي دايما بيتسأل هو انهي افضل، العقد ده ولا العقد ده؟ العقد المحدد ولا العقد الغير محدد؟ فالسؤال ده لما يجي يتسأل، انت بتسأله على انك صاحب عمل ولا بتسأله على انك عامل؟ لو انت بتسأله على انك صاحب عمل، فهو العقد المحدد افضل لصاحب العمل على طول الخط، طول مدة خدمة العامل. طول ما العقد محدد، صاحب العمل ده حاجة حلوة بالنسبة له. طب بالنسبة للعامل، المحدد المدة هيبقى افضل له في اول سنين خدمته. في اول سنين خدمته، بقاله سنة، بقاله سنتين، 3 سنين كده، العقد المحدد بالنسبة له افضل من الغير محدد، لانه هو لا ينتهي الا بانتهاء مدته. يبقى لما تيجي تكمل سنة كاملة وانت عقدك محدد، صاحب العمل يجي يقول لك ايه، تحب تجدد تاني؟ اه احب اجدد، فيعمل لك سنة تانية. ولا انت عايز تعمل ايه، تخليه غير محدد فيجي يمشيك ويديك الشهرين بتوعك اللي هي التعويض عن الضرر الذي يصيبك جراء انهاء هذا العقد، فهي شهرين عن السنة. يديك شهرين تقعد في بيتكم ولا تمضي 12 شهر تاني؟ انهي افضل بالنسبة لك؟ فهي دي الفكرة. فهناك اختلاف في ان انهي احسن كعقد عمل محدد وغير محدد. طبعا انت هتتكلم على العامل انهي احسن له، المحدد هيبقى افضل له في اول سنين خدمته، بعد كده الغير محدد افضل. وبعدين صاحب العمل هو العقد المحدد افضل على طول الخط، لان انت بتبقى العامل بيبقى مهدد او مش مهدد، خايف على اكل عيشه، فبيبتدي يشتغل ويحسن من نفسه طول الخط، لانه حاسس ان هو ممكن يجي في اي وقت لو هو ما اداش بكفاءة ان الشركة ممكن تستغنى عن خدماته وتجيب حد يكون شاطر في الحتة دي. وبكده احنا خلصنا الموضوع، فلو حد عنده اي سؤال انا معاك. اتفضل، اتفضلي يا مريم. عندي سؤال في العقد المحدد المدة. لو واحد عقده هينتهي آخر السنة وطلع معاش مثلا في شهر 3، بس أنا كان عندي غلطة في الشركة إن هو الراجل ده فعليا بيشتغل عندي بقاله فترة طويلة، بس ما عملتلوش عقد وما أمنتش عليه، وكل اللي أنا أمنت عليه هو بس مثلا لما كان عمره 55 سنة، فهو عدد سنوات التأمين عليه 5 سنين. هل أسيب تأميناته شغالة حتى بعد عند سن المعاش علشان أكمل له 10 سنين تأمينية عشان يقدر ياخد معاش، ولا حاجة زي كده اتلغت من قانون التأمينات خلاص؟ بالنسبة لقصة بلوغ العامل لسن التقاعد، هو حتى الآن هي بلوغ سن التقاعد 60 سنة. كان هناك إمكانية في القانون بأن أنا أستكمل المدة التأمينية لبلوغه لبعد ال10 سنين، بس هي محتاجة بس شوية إجراءات. فخليني كده هرجع للقانون الجديد وهرد عليكي في الحتة ديت، هي لسه موجودة ولا لا. كان في القانون القديم بيسمح بده، ان هو استكمال مدة الخدمة بعد ال60 علشان يبقى مستحق للمعاش. فخليني اشوفها لك في القانون الجديد موجودة ولا لا. تمام. ممكن بس سؤال تاني في نفس الكيس دي؟ اتفضلي. لو أنا ما وديتلوش استمارة 6 نسيت للتأمينات في ميعادها اللي هي الشهر اللي فات، ففي تأخير شهر، هل كده في مشكلة أو هتغرم بشكل معين، ولا عادي أقدر أقدمها بعدها بشهر؟ هو انت قدميها افضل، لان كل تاخير هيعمل لك مشكله. هو المفروض طبقا للقانون استماره 6 بتتقدم قبل بلوغ سن المعاش ب3 شهور، بس يعني مجازا ان هو بيستلموها عادي في نفس الشهر، فانت الحقي سلميها دلوقتي قبل ما المشكله تتفاقم يعني. استاذ يوسف، وعقده يستمر عادي لحد آخر السنة، يعني أطلعه معاش بس يستمر عقده هو لآخر انت السنة؟ بس قلتي لأن انت قلتي عقده هيخلص اخر السنه، وفي نفس الوقت قلتي ان هو بقاله فتره كبيره فعقده غير محدد، فانا مش عارف هو ايه. لو عقده محدد هينتهي نهايه السنه، فهو مش هيمشي غير لما العقد يخلص. أوكي تمام. تمام، بس بخرجه معاش بس عقده مستمر. يس بالظبط. تمام، شكرا. العفو. استاذ يوسف اتفضل.
بالنسبة لتقييم الأداء، هو أنا كصاحب عمل يقدر مثلا، أو كممثل عن صاحب العمل يقدر يعمل لائحة داخلية تقييم أداء ويعتمدها من مكتب العمل عشان يعمل إنهاء لعمل العامل في الحالة دي ولا لأ؟ انهاء عقد العمل بعدم الكفاءة لازم يكون عندي مع تقييم الأداء، يعني يبقى عندي تقييم أداء ويبقى عندي جوب ديسكريبشن اللي هو الوصف الوظيفي ومعتمد من مكتب العمل. يبقى عندي لوائح بتقول كل وظيفة بتعمل ايه هي المهام بتاعتها، وايه هي المتطلبات اللي المفروض كان يعملها، والتقييم السنوي يقول هو ايه اللي ما عملوش عشان كده انت محتاج تمشيه. كل ده لازم يبقى موجود ومعتمد. تمام، يعني كل حاجة على حدة لازم أعمل لها اعتماد عشان أقدر أحقق الحاجة الأخيرة، إن هو تقييم الأداء، لائحة تقييم الأداء نفسها. بالظبط. تمام تمام، شكرا. العفو. استاذه هبه اتفضلي. عندي مندوب عايزه اعمل له عقد، وقلت لك الصبح ان انا عايزه يعني اعمل اقل فتره، فانا لو هعمل 6 شهور ولسه هو جاي النهارده، ال6 شهور دول شاملين ال3 شهور بتوع الاختبار؟ بنعمل العقد يعني لمده 6 شهور، منهم 3 شهور اختبار. منهم 3. طب خليه وسط ال6 شهور دول انا ما ارتحتش، بختاره قبلها بقد ايه عشان يمشي؟ لا ما فيش اختار، العقد المحدد المده بينتهي من تلقاء نفسه. يعني خلاص استنى ال6 شهور وامشيه وهو عادي ان انا او اعمل 6 3، شهور؟ ما احنا قلنا ايه، احنا بنعمل له 6 شهور منهم 3 اختبار، فهو في 3 اختبار بنختبره. تمام. الراجل عدى الثلاث شهور اختبار، بكمل 6 شهور. يعني انا هستحمله 3 شهور، اثبت كفاءته بكمل، ما اثبتش بمشيه بعد 3 شهور، ومش محتاجه وتمام تعملي ان انا اختار. اعمل 6 شهور في 6 شهور في 6، يعني ما اعملش سنه. دي بقى دي لو هم بتاعتك. المندوبين عشان انت عارف الدوران عندهم بيبقى عالي، فنخلينا 6 شهور افضل، ما فيش مشكله ان انا اعمل كل 6 شهور. لا ما فيش مشكله، بس انا بفضل ايه، ان احنا نعمل 6 شهور منهم 3 اختبار، وبعدين نعمل 6 شهور تاني. لو هو تمام. اثبت ان هو كفء في خلال السنه ديت، اكافئه على ده واعمل له عقد سنه. ما هو بقى كويس، تمام. كويس في سنه يبقى كويس في السنه اللي بعدها، وبرده في الاخر هو تمام. عقده محدد. صحيح صحيح، ماشي، شكرا يا فندم، ربنا يبارك فيك. مريم اتفضلي. سؤال بس، لو بالفرض حضرتك بصيت في القانون الجديد ولقيته ان ينفع اني استكمل معاش الراجل ده بعد سن 60، هل لو كمل معايا 5 سنين تانيين وبقاله 10 شهور 10 سنين تأمينية يقدر ياخد بيها معاش؟ لو انا كنت بصي غلطانة في معلش، عقده. انا عايز بس اوضح نقطه. هو ده برضه مش هينفع معاكي ليه؟ لان المفروض سنه 2025 اللي هو كمان سنتين، هيبقى المده التأمينية تبقى 15 سنه، مش تبقى 10 سنين. فهمت. فهو كده مش هيستحق الا تعويض المده الواحده، فانت خرجيه دلوقتي وخلاص. وفي الغالب لو انا غلطانة في حقه اني ما امنتش عليه الفترة اللي فاتت كلها، ادور بقى على حل ان انا اعوضه بيني وبينه. تعويضه بالظبط. هل مكافأة نهاية خدمة يعني كويسة كتعويض؟ دي internal policy بقى، انت بالاتفاق مع صاحب العمل، يعني شوفي هو هيقول لك ايه. طيب تمام، شكرا. العفو. استاذ يوسف اتفضل. استاذ يوسف اتفضل. لا معلش، ده هي متثبتة من السؤال اللي فات، يعني تمام، شكرا. تمام اوكي. حد عنده اي سؤال تاني؟ استاذنك مستر فوزي، طب لو العامل هو اللي عايز يمشي، المفروض رسمي يبلغني قبلها بقد ايه؟ او العامل عايز يمشي، عقده محدد ولا غير محدد؟ محدد لمدة سنة، ده بالاتفاق. مش 3 شهور؟ مفيش حاجة بتقول في قانون العمل ان هو المفروض يبلغني ده قبلها في العقد، ب3 شهور؟ ده في العقد الغير محدد، ده في العقد الغير محدد. وكمان 3 شهور ده يكون قعد عندك اكتر من 10 سنين. فاحنا قلنا ان تمام. العقد المحدد بيتم الاتفاق على فترة اختار. لو لم يتم الاتفاق على فترة اختار، يعني في بنود العقد مفيش فترة اختار، فهو مش ملتزم بالاختار.
والاختار هنا هو اختار بعدم تجديد العقد بعد نهايته، وليس اختار ان انا امشي. فالعقد المحدد المدة علشان الموظف يمشي لازم يعمل استقالة وانا وافق عليها. فالاستقالة هنا ما بين طرفين، فهو قدم استقالته النهارده، انت مش موافقة عليها، خلاص ما توافقيش، خليه يقعد. لا، انت ملتزم تقعد معاه لغاية نهاية عقد. يا اما تتفقي معاه تقولي له ان انا موافقة عليها بس بعد 3 شهور. يعني ده بالاتفاق ما بينك وما بينه. يعني دي بالنسبة لي ان انا اقول له بعد 3 شهور اوكي امشيك، ده عادي؟ بالنسبة ما هو ده اتفاق. ما هو بصي، هو هنا استقالة، هو مش اختار. احنا اتفقنا ان ده ما فيهوش اختار، هو استقالة. فهو لما يجي اوكي. يقدم استقالته، الاستقالة ليها اجراءين، الحاجة الاولانية هو بيقدمها، والحاجة الثانية هي موافقة صاحب العمل على الاستقالة. فهو يوافق عليها بتاريخ 3 شهور قدام، انا موافق بس انت تقعد معايا 3 شهور عشان تمشي. انت طيب موافق ينفع، كموظف، موافق هتكمل، مش موافق خلاص انا مش موافق ان انت تمشي، هتقعد تكمل بقية مدة عقدك. اوكي ينفع دوت يبقى وكأنه اللائحة الداخلية في الشركة وانا كاتباه في العقد العمل؟ لا، قولي السؤال تاني عشان النت بس كان بيقطع. ينفع اللي حضرتك قلت دوت ان انا بخليه يختارني 3 شهور قبلها وكأنه اللائحة الداخلية للشركة وانا اوريدي كاتباها في عقد العمل، ولا ما ينفعش اكتبه في العقد؟ لا، هو عادي، ده اتفاق. العقد بتتفق على اي حاجه، انت وهو بتتفقوا مع بعض على اللي انت عايزاه، فبتتكتب بند من بنود العقد عادي خالص. اوكي. في حد بيسأل بيقول هل في بدلات معفاة من الضرائب؟ ما عنديش اي جنيه بيخش جيب الموظف من غير ما يعدي على الضرائب. ايا كان، طالما في كلمه بدل، هو خاضع للضريبه. البدلين اللي بيعاملوا معامله مختلفه شويه جوه او الضرائب، هي بدل السياره اللي هي استهلاك العربيه، يعني بنزين وصيانه وتامين، وبدل فاتوره التليفون. دول الوحيدين اللي بيتعاملوا معامله مختلفه، بيعفوا بنسبه 80%. يعني لو هو جاب لك فواتير انتقال اللي هي بنزين يعني او صيانه او تامين بقيمه 1000 جنيه، بنعفي 800 جنيه ونخضع 200 جنيه للضرائب. غير كده مفيش اي نوع بدلات معفيه من الضرائب. ولازم طبعا يكون مصروف، يعني بدل انتقال اللي هي سوري انا اسف، بدل السياره حاجه مصروفه ومعاها فواتير، لو مش موجوده فهي مش من حقه ان هو ياخد. ده سؤال بره المحاضره بس، تمام، اتمنى ان انا اكون افدتك يعني. حد عنده اي سؤال؟ علشان وقتكم طبعا وبكره عندنا شغل، أنا فنكتفي بهذا القدر. اتفضلي، مين كان كنت بيسأل؟ سؤال بس عن الوصف الوظيفي. الوصف الوظيفي وأنا لازم أعتمده من مكتب العمل ولا هو دي حاجة داخلية للشركة؟ لو انا هستخدمه الجوب في انهاء، ديسكريبشن. لو هستخدمه في انهاء عقد عمل ده طبقا وبستند لمعيار الكفاءة ان الراجل ده مش كفء، لازم يكون معتمد. لازم يكون بعتمد كل الجوب ديسكريبشن اللي عندي. اللي هو بيعمل ايه والمهام بتاعته ايه، ولازم اللوائح دي تبقى معتمدة عشان اعرف اخرجه معيار كفاءة. فعشان كده احنا قلنا هو معيار منتقد شوية، انت ممكن تفصله على كيفك. فعشان كده لازم يكون في وصف وظيفي واضح، ولما نيجي نمشيه عشان معيار كفاءة نقول هو عمل ايه وده مخالف لايه في الوصف الوظيفي بتاعه. شكرا. العفو. لو واحد انا فصلته او استقال من نفسه من الخدمة، هل له مكافأة نهاية خدمة ولا لا؟ اولا انا ما عنديش حاجة اسمها مكافأة نهاية خدمة في القانون، الا لمن يعمل بعد سن ال60. يعني بدأ شغل بعد سن ال60 أو قبل ال18. هو دي الحاجة الوحيدة اللي أنا ليا عندي فيها مكافأة نهاية خدمة. لكن وزن من أول ال18 لسن ال60 ما عنديش حاجة اسمها مكافأة نهاية خدمة. الحاجة اللي بعديها مكتوب أنا فصلته. لو أنت فصلته بناء على إيه؟ أنت مش من حقك تفصل الموظف، لأن قرار الفصل لازم يطلع من المحكمة العمالية فقط لا غير. العقوبة دي ما ينفعش إن أنا أوقعها إلا من خلال حكم محكمة. استقال فهو ملوش اي حاجه عندي، لا مستحقات ولا اي حاجه خالص. الناس بتتلخبط دايما ما بين تعريف مكافاه نهايه خدمه وما بين التعويض المذكور في الماده 122، وهو الشهرين عن كل سنه. ده تعويض عن فصل العامل
فصل تعسفي أو إنهاء عقد العمل غير محدد المدة دون مبرر مشروع وكافي. يعني أنا النهارده جيت الصبح الراجل عقده غير محدد المدة، قلت له اتكل على الله أنا مش عايزك امشي. في الحالة دي أنا بديله تعويض عن الضرر ده، وبيكون شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، وبتصرف من الأجر الشامل. ده بالنسبة لقصة التعويض يعني. لكن كمكافأة نهاية خدمة مفيش في القانون حاجة اسمها مادة مكافأة نهاية خدمة. مقيمة مكافأة نهاية الخدمة لمن يعمل بعد سن ال60 هي نص شهر أول 5 سنين وشهر عن أي سنة تالية. يعني لو اشتغل عندك من 60 ل 67 بتديله عن أول 5 سنين نص شهر، يبقى كده شهرين ونص، وبعد كده السنتين اللي بعدهم كل سنة بتديله شهر، فالإجمالي بتاع المكافأة يبقى 4 شهور ونص. حقوق الموظف الذي يعمل بدون عقد، عدم وجود عقد للعامل هو عقد عمل غير محدد المدة، فبينطبق عليه نفس الحقوق بتاعة العقد الغير محدد المدة. في أي أسئلة تانية؟ طيب أنا بشكركم كلكم على استجابتكم، وكنت مبسوط وأنا وسطكم النهاردة. هنضطر نقفل دلوقتي علشان الناس اللي عندها شغل الصبح وأنا أولكم. إن شاء الله لنا لقاء آخر مع محاضرة تانية برضو هنظمها مع شركة ميرل مع أستاذة هبة، ونتقابل عن قريب بإذن الله في فيديو آخر. شكرا، تصبحوا على خير. شكرا ليك مستر فوزي جدا، وشكرا للجميع، كل سنة وانتم طيبين، نورتونا بجد. شكرا مستر فوزي، شكرا، تصبحوا على خير. شكرا، مع السلامة.